انا النهارده يعني قلت يمكن دي معموله بالذكاء الاصطناعي. لما شفت الفيديو وشفت الصور ووجود الكابتن محمود الخطيب في الماتش الودي بتاع الاهلي وزد، قلت مش ممكن. ده اكيد ده الماتش ده مضروب، يعني الماتيريال ده مضروب مليون في المية. الاهلي كسب 3-1، الاجوال مروان عطيه والشحات وبن شرقي للاهلي يعني. وبعدين اللي وقف محمد الشناوي، هنتكلم على القصه دي، بس انا وريني كده يا ابني الصور الكابتن خطيب فين وماتيريال الكابتن خطيب. انا فوجئت ان الكابتن خطيب موجود في النادي الاهلي، دي اكيد ذكاء اصطناعي. احنا عندنا فيديو يا شباب اهو، كابتن خطيب وهو موجود في وقت المباراه بتاعه الاهلي وزد، ومعاه مؤمن زكريا، ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن وليد صلاح الدين، وادي الدكتور سعد شلبي مدير النادي. حاجه غريبه جدا اهو. انا مش دي ذكاء اصطناعي اكيد، وكابتن خطيب مقموص وزعلان ومتخانق ومتضايق وبلا بلا بلا بلا. يا جماعه على فكره، انا قلت لكم ليله اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي ان في 6 بنود للتهدئه والموضوع خلص. يعني مفيش اجتماعات، لا الاهلي عمل اجتماع ولا اتحاد الكوره عمل اجتماع. هو المفترض الكابتن خطيب يروح يعمل ايه؟ وهم خلاص اتفقوا على التهدئه. مفترض كابتن خطيب يروح النادي يعمل ايه؟ طب ما هو الاستاذ محمد الضماطي ما راحش، ما هو الاستاذه رويده هشام عضو مجلس اداره ما راحتش، استاذ طارق الدين راح اخر ربع ساعه ولا اخر 10 دقايق. اشمعنى دول يعني مش مقموصين هم كمان بس ما حدش واخد باله؟ يا جماعه يجب لما نتحدث في مثل هذه الامور على بينه، دي نمره واحد. نمره اتنين، هو الكابتن خطيب ده قليل عشان خاطر او راجل يعني عقله يعني او لسه يعني بيبدا حياته الاداريه عشان هيتقمص من ده ومن ده، او الكابتن خطيب هيتقمص يعني ما عندوش قدره بعد السنين دي والعمر ده كله وكم السنوات كعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب رئيس نادي و9 سنين اهو رئيس نادي، كل الكلام ده، انه يسيطر على مجلسه وان هو اللي يحط ده هنا وده هنا وده هنا، فده بقى متجاهل وده متجاهل وده ازاي يعني؟ بقيمته اللي بيختاروا كابتن خطيب معاه نجح. يعني اللي بيختاروا كابتن خطيب معاه في قائمته في انتخابات الاهلي نجح. يتجاهلوا الخطيب، يتجاهلوا الخطيب ازاي يعني؟ يعني كلام يعني يا جماعه، ما بحبش انا كلام الانش، انا ما بحبش كلام الانش، لان انا بالليل قلت ما فيش حاجه والموضوع